عليكم الزلف الله ونهار جديد، وربي يفتح علينا وعليكم ابواب الارزاق والخيرات ان شاء الله. وصفه جديده ايضا لبنات اللي يعجزوا على العجينه المورقه. جبت لكم وصفه اعتمدتها منذ سنوات نخدم بها المملحات، وخاصه لكيش ومينيطا سواء مالحين او حلوين. طريقه بسيطه ومورقه ايضا. دونك راح نبداو بسم الله وبصلاة والسلام على سيدنا محمد. وكحلو كحلو شوفوا داك اللون وداك الشكل وديك البنه، كحلو كحلو على صنعة اليدين والفيطاج وتقنويجه ما شاء الله وتبارك الرحمن. اروحي يا مدام هنايا وجيبي ديك الباسينه الموف وحطي فيها 2 كيسان فرينه، مغرفه كبيره سكر، مغرفه كبيره خميره الخبز، مغرفه صغيره توم بودره للنكهه والبنه وداك الشي، والملح طبعا. وزيدي ربي عليها 125 غرام تاع زبده التوريق، نربوها هكذايا في الخشين. ووحده ما تجي تقول لي ما عنديش ميزان، اقسمي الباكي على زوج نتاع 500 غرام، وزيدي هذيك 250 غرام قسميها على زوج، وبسيهم غير هكذايا شويه ماشي بزاف. نحتاج ديك الزبده هكذا تقعد في العجينه، هي اللي راح تمد لنا هذاك التوريق. ونجيب الماء ونلم بالعقل برك، ما نكثرش الماء، قيس اللي تتلم لي برك. انا استعملت الكاس نتاع الماء بقى لي منه ربع الكميه. المهم البنات بعد اللي جمعتها راح نغطيها ونخليها ترتاح، قيس اللي نوجد لا فاخس. في طبسي راح نحط فلفل الوان، انا استعملت الاحمر والاصفر، ولا عندك غير الاخضر عادي قصيها رقيق وخلاص، على خاطر ما راحش نطيبوه. ونتبل ايضا بالملح، فلفل كحل وثوم بودره وشويه نتاع الكمون هكذايا. راح نزيد لهم ايضا هنايا كمشة تاع زيتون اخضر مطحون، 2 حبات بيض مغليين ومسكرفجين، وعلبة طوماط، و2 مغارف كبار تاع فرماج فوندو ولا تحضيره جبنيه. وديك الريحه والبنه راهي تبان لي نحط شويه في الخبز سخبت عليا شايتكم بالجنه يا البنات. دونك نرجعوا للعجينه تاعنا كيما راكم تشوفوا، راح نرش عليها شويه نتاع لافارين ونفتحها كيما راكم تشوفوا ايضا بالطول، ونرجع نطبقها ولا نطويها على بعضها هكذا ونفتحها. وشوفوا لي داك الجمال والسلاسه وكيفاه طريه الروعه. دونك البنات راح نفتحها رقيقه ونقطعها مربعات بالرولات نتاع القريوش باه تجيني مشرشفه، واللي يبقاو لي نحطهم هكذا على بعضهم يريحوا، نعاود نفتحهم مره ثانيه. هنا ايضا راح نجيب المربع ونقلبه بهذا الشكل على شكل معين كما راكم تشوفوا، ونقطع خطوط متقاربه من الوسط الى الاعلى، ونحط الحشوه هكذايا وعمريهم يا لاله، عمريهم يا لاله. ونجيب ديك الفرشيطه ونعبز عليها في الجناب هكذا باه ما تسيحليش لا فاخس كي يعودوا يطيبوا في الكوشه. انا استعملت الفرشيطه ولا الشوكه باه ما نخسرش هذاك التشرشيف نتاعها، وهكذا حتى نكمل الكميه اللي عندي. راح نستفهم في البلا يا البنات، راح نزيد معاكم واحده. شوفوا كي تخرج لي الوصفه شابه وحلوه وبنينه، شوفوا كي نعاد نفرح المهم راح نستفهم في البلا تاع الكوشه، ومن الاحسن فوق بابي كويسون، وراح ندهنهم بحبه بيض، ضفت لها قطرات من صويا صوص. راح ندهنهم مليح كما قلنا، اللي راح يمد لهم هذاك اللون المميز وتنحي ريحه البيض ايضا. وشوفوا لي ديك الحطه والنتيجه الروعه اللي نستاهل عليها الاف الجامات والكومنتيرات
ونستاهل عليها الكلام الحلو أيضا، ومشاركات كثيرة كثيرة كثيرة. بارطاجيو مع أحبابكم. وفي الأخير نقول لكم يا البنات، الحمد لله والشكر له على دوام النعمة والصحة والعافية، وإلى الملتقى.